نزلتم أهلا وحللتم سهلا. المطلب الثالث في تشديد العقوبات على شارب المخدر والمروج لها. المطلب الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتقاء أماكن الشبهات. المطلب الخامس بالدعوة إلى مكارم الأخلاق وقواعد الإيمان وتفعيل دور المساجد والأئمة في الدعوة للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف. المطلب السادس العمل على إيجاد فرص الشباب في العمل والإسهام الإيجابي لخدمة أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم وتعبئة فراغهم. المطلب السابع التثقيف والتوعية وتعليم الناس بخطورة ومضار المخدر. وأمام هذه الحملة الممنهجة التي تحاك ضد الجزائر بنشر المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية خاصة في أوساط الشباب، ووعيا بالمخطط الذي يستهدف إغراق المجتمع الجزائري بهذه السموم بمختلف الوسائل والطرق وتهديد أمن الوطن، وعملا بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن قطاع التكوين والتعليم المهنيين لا يدخر أي جهد للانخراط في هذا المسعى ومساهمة كل واحد منا إلى تعزيز دور إيجابي في الوقاية من هذه الآفة، وعملا بمبدأ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة وبكل الوسائل المتاحة مع التبليغ عن المروجين ومساعدة المدمنين للتخلص من ذلك. ولا يخفى ما في ذلك من الأجر الكبير والثواب العظيم لما فيه من حفظ النفس والعقل وتحقيق الاستقرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما بينهم البغضاء والشحناء والشقاق. تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فربنا سبحانه جل في علاه الكريم الرحيم بنا قد رزقنا بنعمة عظيمة ألا وهي العقل، هي مناط التكليف. بهذه النعمة العظيمة حري أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها لأنه خصها بنا عن باقي مخلوقاته. هذه النعمة يستطيع الإنسان أن يميز بين حق وباطل، وأن يتبادل أو مع بني جنسه، وأن هذه النعمة أيضا ترشدنا إلى الرشاد. فنعمة العقل نعمة عظيمة، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الآن وحنا في بلايصنا واش يعني الإنسان كيعود قاعد دبلومي، ماهوش قاعد يفرغان الراس، ماهوش فرغان راسك لأيتها واحد يجبدك ليه، أيتها واحد يديك الطريق مش مليحة. أخويا ريح تبيع الدخان ولا تبيع ما نعرفش هي بصح خضار ولا حاجة. ليش؟ نسمع انكونسيون. صح، زيدوا. نعم نعم ضعف الاستجابة. فاقد الاستجابة جيد جدا. فاقد الاستجابة وش نقصدوا بها؟ فاقد الاستجابة يولي الشخص هذا ما يشعرش، صح؟ الشخص هذا ما يوليش يشعر. وش كيولي ما يوليش يشعر؟ يولي وش يدير؟ يولي يأذي نفسه، صح؟ الشخص هذا يولي يأذي نفسه. وكيفاه يأذي نفسه؟ يأذي نفسه وبعد كده يأذي الناس اللي معاه. كي يأذي نفسه وش معناتها يأذي نفسه؟ يقطع روحه، يعطي الصح. هذه حاجة
ولا أعطيك الصح. مش معناتها يقطع روحه. نعم تفضل. مش معناتها يقطع روحه. يتعدى على نفسه. لا ما يحس. شوف ديك القهوة يضربوه كان على مر الوقت سرتو كي يعود الكورين تاعها خدم في راسهم ليه تلقى هكا كامل ويشلط هنا هكا. شكون يشلطو؟ ومش الناس، او هو اللي يشلط روحه. هو اللي يشلط روحه بالماس كامله لحمه كامله. نعم هي هذا فاقد الوعي، احنا نسميه فاقد الوعي ويأتي الناس. ولا يولي ما يركزش حتى في الناس، ما يركزش. وكان يعني قدم يعني شروحات يعني قيمه حول ما هي المخدرات الانواع تاعها. كاينه اوكيديه طبعا على بالك المخدرات تعرفوا كانت اي ماده سواء كانت طبيعيه او مصطنعه تؤثر على الجهاز العصبي. عندنا العديد من الانواع، عندنا المهدئات، عندنا المهدئات، عندنا المنشطات راح نطرق ليها. كذلك واش راح نقول لكم من بين الحلول اللي نسعى لتحقيقها وهو وقايه الشباب من الوقوع في هذه الافات جد خطيره باش نخلقوا جيل الذي خالص من المخدرات. ثم راح تستمروا اسر ان شاء الله. ماذا بيا في التربيه تاعكم راح تكون هناك تحاولوا كيفاش تقدموا الاولاد تربيه سليمه لكي لا يقعوا طبعا في شباك المخدرات وفي شباك مختلف الافات الاجتماعيه. كاين تهزدنا على كل حال. بس هذا غير بزاف، جيت تقرا فيه، جيت تكتب، دير الدبلوم تاعك وروح دوموندي لونسياج، دوموندي لاكلا، والله جيبي تعمر. كاين تهزد، كاين كل الصفات. دونك جي نحسوكم، نعطيو دي زاستيوس كيلكو استيوس بالنسبه لكم نتوما البنات. نتوما البنات كي تلقى خوك ولا لا قدر الله طفله اختك في الدار، او تقدر تفيق لها جماعه، كي تجي تنفض الفراش تاع خوك صباح، هاك تلقى الفيد، تلقى الفيد. بلغ والديك، الوالدين زادا يفو فيغ اتونسيون. هذاك الطفل هذا اللي انا كل يوم يقول لي عطيني 120 ميل، قداني فريت يعاودو في النهار، طاكوس ب 30 حبايبي 60 يكسب 20 صرفتي 300 في النهار. عندنا ولا عند الزملاء تاع الدار وليتي في وطراج في اهانه نظاميه. سما بعثناك انت تقرا صبحتي تشارع بها اجماعه الصور في بعضها تمسك فرض مادة 303 مقرر من قانون العقوبات تقراها أي تعاقب وتولي في يد الإنسان اللي صورتيه. تصور هذا اللي القرآن من الفيسبوك سي با كل واحد عنده حرية الحياة الخاصة ديالو، كل يشتي بيك وتتمرمد. نعم في رقم الجرائم المعلوماتية راهي تخدم لا شارج عليها هنا، مشاكل ما بارطاج، البنات يصوروا بعض العائلات ويبارطاجيو، البنات يدخلوا في علاقات الله يسهل. أنا الشيء اللي ما يمنعوش القانون فهو مباح ديماجير ربي يسهل عليك. رجل الدين عنده رأي آخر، الدين الإسلامي هذيك المعتقدات نمنوا بها وبالسيف علينا نلتزموا بها. أنا نحكي لك من الجانب القانوني راك حر في علاقاتك، بس كي تتجاوز كي يشكي أحد الطرفين بعضاه أو تخلص غير. خويا ما كنتوش المكتوب بيناتهم ما توليش بارطاجيو. ماذا بينا ما نزيدوش نشوفوا ما نزيدوش نشوفوا الفيد هذا يطايش داخل المؤسسات التربويه. انا نجي مؤسسه يعني معهد يخرج لي تكنيسيان نلقى الفيد هذا كامل هنا مارشي سوق هاي ساسي باجنا. وشكرا. الحق
اختصاص أمال عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سكيتة. حضرنا اليوم حملة تحسيسية للمنظمة الوطنية لتأهيل الشباب وتطوير السياحة للموسم الدراسي حول التربية والأخلاق ومحاربة الآفات الاجتماعية تحت شعار السياحة تربية ثقافة تنمية محلية لتلاميذ الثانويات ومراكز ومعاهد التكوين المهني. حضرنا اليوم مع مركز التكوين المهني من أجل هذه الآفة، حيث تعرضت الجانب النفسي للمدمن أثناء تعرضه للمخدرات. الأعراض النفسية والجانبية للمدمن أثناء تعرض للمخدرات فحيث لقت الصدى واسع وكبير لدى التلاميذ والطلبة. فهذه الآفة اجتماعية خطيرة جدا مست الأفراد والعائلات والأسر المجتمع الجزائري. فنرجو من الطلبة الأخذ بعين الاعتبار والحيطة والحذر من هذه الآفة الاجتماعية.